أنا عندي معلومة أن الحرارة مرتفعة وأن عندك إنفلونزا ولعبت اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء أقول الحمد لله على كل حال، وألف ألف مبروك جماهير نادي الهلال ولنا إحنا كلاعبين. فترة توقف فترة مفيدة لنا إن حصلنا على 6 نقاط، الحمد لله على كل حال. ثاني شيء الحمد لله أنا بخدمة الفريق، زي ما أنت عارف يمكن أنا مريت بظروف تقريبا من نهائي كأس الملك ما لعبت ولا مباراة، حتى معسكر إعداد كنت مصاب، وبعد الظروف الأسرية والحمد لله على كل حال. يعني تقريبا بعد 65 يوم رجعت إلى الملاعب، أول مباراة شارك فيها يمكن من آخر مباراة كأس الملك الحمد لله، وصارت مع حضور الانفلونزا وهذا، بس الحمد لله على كل حال. يعني نعلم أهمية الفوز بهذه المباراة والعودة بالنقاط الثلاث، لذلك فعلنا كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز، ونحن مقتنعون بهذه النتيجة. We played, we create chances, we scored the goals needed to win the game, and we are very satisfied with the result. كل شيء في الهلال كان حلو اليوم. الحمد لله رب الحمد. يعني الشباب أدوا مستوى كويس ومميز، لكن ما هو عذر، هذا العامل الجوي شوية أثر علينا، ولكن الحمد لله أثبتوا الشباب أنهم رجال مواقف الحمد لله. والله الحمد لله زي ما قلت قبل كذا، احنا بحثنا ورا 3 نقاط، حققنا الشيء المهم، خذينا 3 نقاط قبل التوقف، ويقدر الحين المدرب بعد يجهز اشياء ثانيه للمباراه ان شاء الله، الخويه المباراه الثانيه، ونحصل بعد على التاهل ان شاء الله. اكيد في ارهاق، لكن الحمد لله نشكر الله. برضو عرضونا اليوم بالفوز 3 نقاط مهمه قبل التوقف. نتمنى الان نفتح صفحه الاخويه لان للحين ما تاهلنا. ما شاء الله هذا ولدك؟ اي نعم ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كم لك شجع؟ لا كم لك شجع؟ 40 سنه. وش تقول لابوك؟ ألف مبروك لكل اللي جايين. لابوك ايش تقول لابوك؟ ابوي الله يطول بعمره.